وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر، والله يمنع إن أراد بحكمة، لا بد أن ترضى بما حكم القدر. خلصت الفصل الاولاني، اخد مني 3 ساعات، مش اخد مني ساعة واحدة بس، عشان خاطر الفصل الاولاني كان هو اكبر فصل في المنهج واتقل فصل، فعشان كده خد مني الوقت ده. دلوقتي بقى تعالى نخش على تاني مهمة، اللي هو الفصل التاني والتالت. عايزة اخلصهم الاتنين مع بعضهم كده على طول. هفتح دلوقتي الستوب ووتش عشان اشوف هنجز تاني والتالت في قد ايه، فيلا بينا. واخيرا الحمد لله خلصت اهمية التواصل خلصتها، وخلصت برضو اشكال التعاون، وخلصت برضو الاسباب اللي هما بيشاركوش فيها. فكده بالتالي هنكون خلصنا الفصل التاني، وكمان خلصنا الفصل التالت. ناقصنا الرابع والبي انا هقوم اعمل اي حاجة اشربها، اخد ريست شوية عشان بصراحة دماغي فصلت. طب 2 وبس، 2 وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. 2 وبس. تعالى بقى.
بعد ما رجعت من عند تيتا قلت اخش احضر شويه فشار وشويه سناكات واخش اتفرج على حاجه، بقالي كتير 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 يعني ما اتفرجتش على حاجه، فقلت خلاص بقى بما انه خلصت امتحانات النهارده هتفرج يعني. ما كنتش محدده بصراحه حاجه معينه اتفرج عليها، بس قلبت في اليوتيوب شويه والحمد لله لقيت يعني حاجه حلوه يعني بتضحك كمان اتفرج عليها. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بخير، وباذن الله في الاجازه هعمل لكم سلسله فيديوهات ازاي نستغل الاجازه، ازاي الحاجات دي كلها باذن الله يعني. اسمع الحيطان وحسكوا عينكم تشيلوا الكابينيه من مكانه. هو احنا متخلفين ياما؟ نشيل قعدة الكباريه من مكانها، هو البلاط ياما ما يبقاش قلبك اسود ياما، ده كانت مره حلواني كده، ده احنا عايزينه مش خدامين تحت رجلي. طب خلاص فوتكم بعد لا اله الا الله. خير يا ابني قلت صوتك، احنا في عز خطر. طب هنعمل ايه؟ الاجواء اللي احنا فيها دي كده عايزه تسلم. يا عم والنبي انا مش ناقص كلام يخوف، والنبي يعني ايه انا تسلم؟ ما بقولش كلام بيخوف، انا بخطط دلوقتي بعد اذنك ما تعصبنيش. تاني حاجه تمويه. في ايه؟ الشيت بتاعت التموين يا عم. تمويه مش تمويه، نركز مع بعضينا، احنا في عز خطر. تالت حاجه لازم يبقى عندنا ذكاء ودهاء، سرعه بديهه، استمراريه وروح معنويه، و2 جنيه لانشون مغلفين فيهم. لا الفلفل مش هيكفوا حد خالص. هنجيب بيت طويله وسمسم. ماشي. مش هنحف. لا هنحب. مش هنحف. بعد ما خلصت الفيلم قلت اخش عشان انضف باسكت الكتب بتاعي، عشان لما اصحى يعني ما يكونش ورايا حاجات كتيرة، وكمان كان ناقص ساعة كده عقبال ما انام، فقلت ايه اقوم انظم فيها باسكت الكتب وكده. زي ما بقولكوا دايما انا بحط الحاجات اللي أنا مش هستخدمها على جنب عشان ارميها، والحاجات اللي انا هستخدمها بحطها في باسكت الكتب تاني، وبس كده هبدأ اعمل لهم تصنيف وتفنيد كده. وانتوا برضو لو عندكم عايز حاجة تتصنف وتتفنط وتتنظم اعملوها برضو، هتفرق معاكم جدا.